السلام عليكم. تعالوا بينا النهارده هنعمل مخلل الجزر بطريقه حلوه جدا. هيفضل معاكي مقرمش لحد اخر واحده، وفي نفس الوقت هيبقى طعمه حلو جدا. معاكم اسماء. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه. تعالوا مع بعض هنشوف هنعمله ازاي وهيفضل معاكي لشهر رمضان حلو قوي. جبت طبعا كميه كبيره جدا من الجزر وغسلته كويس كده وقشرته. بعد كده هنقطعه بالشكل ده، شايفين؟ هنجيب كده المبشرة طبعا الحجم زي ما انت حابة تعملي كبير صغير، زي ما انت حابة. طبعا هتعملي الكمية كلها بتاعتك بنفس الطريقة دي، بس لما تقطعي كده بيبقى شكله حلو جدا كده. تمام. بعد كده هنجيب هنا بولة كبيرة وهنحط فيها 6 كوبايات من المية. المية تكون ده من الحنفية العادية، مية فترة، وكل كوباية عليها معلقة كبيرة من الملح. والسر في القرمشة اللي بيفضل معاك المخلل مقرمش، هنحط معلقة كبيرة من السكر، وهنقطع كده قرن فلفل حامي بيديلها طعم حلو جدا، بياخد نكهة حلوة قوي. بعد كده هنكون مجهزة هنا كوباية من الخل، طبعا على حسب كمية الجزر اللي عندك. يعني انت لو هتعملي كمية قليلة هتحطي طبعا اقل من كوباية. هندوب كده الملح كده كويس. بعد كده هكون مجهزة 5-6 فصوص من الثوم، وهنقطعهم شرايح بالشكل ده، بيديكي نكهة حلوة جدا في المخلل. لو حابة ما تحطيش براحتك كده. تمام. نقطعهم بالشكل ده، هنقلب كده كويس، هندوب الملح والسكر لحد ما يدوب معانا تماما كده. تمام. جاهز معانا. هنجهز طبعا البطرمانات وهنحط الجزر. بعد كده هنحط المية والخل اللي احنا عملناها وهترصيه بالشكل ده. طبعا هتعملي الكمية كلها بتاعتك بالطريقة دي، وتحطي الشرايح من الثوم والفلفل كده. تمام. هتخلصي طبعا الكمية كلها بتاعتك، هتحطيها في بطرمانات وتقفلي عليها كده كويس. اهم حاجة اللي تغطي المية كده من فوق، تغطيه كده المخلل كويس. وبعد كده هتحطيه، هيقعد معاكي فترة طويلة مقرمش وحلو جدا. جربوا الطريقة دي وهيعجبكم قوي. اتمنى الفيديو يكون استفدتم وعجبكم. ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتفعلي زر الاشتراك علشان توصلك اي فيديوهات هنزلها. وما تنسوش تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك باسم اسماء ابو الخير. يلا باي.